بنات عالسلامة، شنو حوالكم؟ ان شاء الله كلكم تكونوا في خير وفي نعمة يا ربي. رجعت لكم فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. فيديو هكا تحفون صغير، ما في شي حاجة كبيرة. هاكا شاركتكم كيفاش تعدى نهاري، بالرغم اليوم كيف طقس بارد على الاخر. اول حاجة بديت بها عملت قهوتي كيما تشوفوا هكا شاركتها معاكم. واليوم اصبحت شاهي هكا باش ناكل حاجه حاره، ما ناكلش لا تمر لا حتى شيء. هاك باش تشوفوني شنو عملت. اما قبل ما نبداو في كل شيء، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد، صلي على النبي الناس الكل. هاك عملت اليوم فنجان قهوه كحله، ما عملتش قهوه حليب. وخديت كعب عظم حطيتها في الصحفه باش نخلطها بشويه، نزيدها شويه ملح وشويه فلفل اكحل، وباش نحطها في المقله كيما اومليت، وباش نحط عليها زوز خبز توست وجبن تاع ساندويتشات هكا. هاو باش نزيدهم شويه هريسه حاسيلو هكا معايا، وتشوفوا كيفاش عملتها مع قهوه كحله. والحمد لله يا ربي، ان شاء الله ربي يديمها نعمه من رزق الحلال. هاكا كل نهار كيفاش، مره ندللكم مره شويه شويه هكا. هاو شفتوا البنات كيفاش عملتهم الخبز، وباش نحط عليه شويه هريسه مش برشا، تعرفوا صباح الكل شويه بالكل، حتى كي تاكلوا ما تحسوهاش معناها فيها حروريه. حطيت عليها الجبن ومن بعد باش نسكرها. هكا جيت نسكر فيها قدامكم، ايدي فيها تليفون ما نجمتش هكا. هاو هذه هي سهله ما فيها حتى شيء، صحيه نوعا ما. هني باش نحطها في الصحن وباش نمشي نفطر، ومن بعد نرجع نكمل معاكم الفيديو. شوفوا كي قصيتها كيفاش هكا جبن سايح في وسطها. حسيلو افطرنا والعمل عليك يا ربي. مشيت للبيت الصغار. الحق البنات الحقيقة راني عملت لهم روتين كبير، معناها خملتهم وحدي، ومن بعد حبيت نشارككم شوية شوية، ما طولتش عليكم ديما تعرفوني كيفاش نقضي وكل. هاكا نظمتهم. الطقس بارد اما فما شمس، خرجت الدبش الكل برا، خرجت الزرابي برا، تابيات الكوفيرتات زيد حطيتهم في الشمس. حاسيل قلت خليت شمسوا شويه بين مسحت الدار الكل، ومن بعد رجعتهم في عقلي. هاكا الطابيات رجعتهم تو باش نحط لهم، كملت كل شيء ممسوحه الدار نظيفه تعمل 66 كيف مشمسه. باش نحط شويه بخور، تعرف البخور في الشتاء يعجبني وباهي الحق، يخلي هكا ريحه بنينه في الدار. كان تحب تستعمل حاجه اخرى هكا كل واحد شنو يحب. ومن بعد باش نمشي للكوجينه، روتيننا المعتاد باش نغسل الماعون، ومن بعد باش نحضر معاكم العشاء. انا مش الكل هاكا البنات كيما تشوفوا نغسل الرخامه واللافابو قبل، وبعد نغسل الماعون. فما متتبع ديما تبعني وديما تخليلي تعليقات مزيانه، اسمها خديجه الغربي. غابت عليا بهالفتره، ان شاء الله يكون المانع خير، وان شاء الله تكون هي لاباس وصغيراتها لاباس. راني توحشتك يا خديجه، هالغيبه ان شاء الله المانع خير. وبربي البنات باش نطلب منكم طلب، ادعيوا بالشفاء لمسات الاولاد، ان شاء الله ربي يشفيها مريضه، ان شاء الله ربي يعطيها الصحه ويشفيها شفاء لا يغادره سقما يا ربي. البنات هذاك القماع صبيت به الزيت، تعرفوا توا زيت جديد، وهكذا نحط في فك الجرة نصب فيها، ولا نصب فك الزيت الفوق الرخامة. وفي بالي البنات باش نعمل حاجة حلوة للعشوية ولا للسهرية، هكا جاتو ولا كيك ولا سويس رول، حاسيلو حاجة من اللي تعرفوهم. اما تعودين بيا كل مرة نعمل حاجة هكا للعشوية، قلت خلي مرة اخرى وبرا ما سهلش ربي اليوم. وتعرفوا النهار قصير بين القضية والدار والفطور والصغار، كان تلقى الوقت تعدى. كنت تشوفوا الفيديو باش يهبط مخر اليوم ولا غالب ما سهلش معناها ربي باش نهبطوا قبل. غدوة ان شاء الله عندي موعد متاع قصي باذن الله، ممكن ما نجمش نهبط فيديو. هاكا يبقى الفيديو هذايا لليوم، وغدوة ان شاء الله نصور لكم
نهاري كيفاش تعدى، اما كان نجمت حبطته وما نجمتش هكا يبقى النهار اللي بعده. ويعيشكم البنات الكل على كلامكم المحفز واللي يعطيني برشا طاقة إيجابية ويخليني مرخش ويخليني ديما معاكم. محليكم محلى قلوبكم والكل راكم عزيز عليا وراني نفقدكم كي تغيب واحدة منكم، على خاطر معناها كلامكم يدخل القلب ديريكت. ان شاء الله ربي يخليكم ليا وديما تشجعوني، راني من نجم نكبر كان بيكم وبوقفتكم معايا وتشاهدوا الفيديو للاخر، تخليوا لي كومنتير مزيان وتحطوا لي جيم. وان شاء الله ربي يخليكم ليا ربي. هاكا البنات تقريبا نكمل الماعون، راني نغسل الماعون في الليل اما ما نعرفش قداش يتكاثر، ما شاء الله معني من اكثر الحاجات اللي تتكاثر هي الماعون والصابون. قد ما تغسل قد ما تلقى ديما اللافابو فيه الماعون، لازم ضروري باش تلقى فيه، مستحيل تبقى كوجينه نظيفه كيش خرجت من الدار. ومن بعد نرجع كل حاجه لبلاصتها، ما نحبش نخلي حتى شيء فوق الرخامه. هاكا بارتاجيت معاكم نهيري كيفاش تعدى الحق الروتين الكبير. والله البنات اليوم عملت روتين كبير في الدار اما ما صورت لكمش، هاكا شويه شويه وبرا. تعرفوا انتم التصوير ياخو برشا وقت، معناه تكون باش تخمل دارك في ساعه مثال ترسيلك ساعتين. هكا علاش اغتنمت الفرصه مادام نهير شمس، اغتنمت الفرصه باش نستغل ونخمل الدار بالقدا. في بالي دبارة يا اخي في الاخر جات دبارة اخرى في بالي باش نعمل كسكسي بالعصبان تاع الدجاج. يا اخي ما سهلش ربي كالعاده، غسلت المعدنوس وركحت كل شيء وهاني باش نوريكم معناها تو نوريكم كل شيء حاضر. في اخر لحظه بدلت صحلي باش نطيب مقرونه، ولدي ما طيب لنا مقرونه بدلت دبارة على خاطره. تو نرجع كل حاجه في بقعتها. وما تنساوش البنات اللي اول مره تتفرج فيا ولا اول مره يجي الفيديو متاعي قدامها تعمل لي اشتراك وتفعل الجرس باش يوصلها كل جديد، وتخلي لي كومنتير مزيان وجيم ان شاء الله ربي يخليكم ليا. هذه هي البنات الزازوه اللي شريتها راكم تشوفوا شو محلاها منظرها وراهي ما تكسرش، معناها بالنسبه اللي خافوا تتكسر راهي ما تكسرش. وتوا خديت باش نطيب العشاء، حطيت ظروف متاع الدجاج وزيت وشويه ملح وشويه فلفل اكحل وشويه كركم وريقه ترند. يعني كلكم تعرفوا كيفاش طيب المقرونه، ما عدا ممكن فما مبتدئات بنيات مازالوا يتعلموا. هاكا هبطتها لكم مع الفيديو. باش نحط لها 3 مغارف طماطم كونسونطري، نحركها ونزيدها الطماطم. لغالب البنات ممكن تظهر لكم التصويره قريبه برشا على خاطرني شاده تليفون بيدي. توا باش نزيدها الماء السخون ونخليها الطماطم تتقلى شويه فك الماء السخون، ومن بعد نزيدها الفلفل المرحي ولا الفلفل الزينه. بعد ما تقليت زدتها الفلفل وباش نمرق عليها كامل معناها وبالماء السخون ونخليها تطيب. كي تجي قريب تطيب نزيدها الثوم وتابل وكرويه شويه مش برشا، ولا حطوا ثوم وفلفل اكحل اكاهو. وهذا يا البنات الدجاج اللي قلت لكم عندي برشا سكالوب وبرشا كبده وقلب متاع دجاج، هذاك هو اللي نعمل بيه عصبان الدجاج مع الكسكسي يجي بنين على الاخر. شاركته معاكم قبل، وهذاك السلق اللي باش نلف فيه والمعدنوس نخليهم لنهار اخر بالك غدوه ولا الله اعلم وقتاش باش نعملها. وهذه الصوص البنات قريب تي باش نحط لها ثوم وخليت صوصتي في عقلها وباش نمشي نعمل قهيوه على الكانون وعلى الفحم هكا طقس بارد. كملت كل شيء، شعلت الكانون حطيت البخور وتوا باش نعمل قهيوه كحله بالزهر. حطيت شويه زهر في الفنجان مقطرته في الدار وباش نعمل قهيوتي هكا نقعد شويه مع روحي نرتاح زيدا خاطرني نهار كامل شارجي برشا. ومن بعد نوريكم مقرونتي زاده بعد ما حضرت
وإن شاء الله يكون الفيديو عجبكم وما طولتش عليكم برشا وكان مش طويل برشا. وما تنسيوش كالعادة الجيم والاشتراك اللي مش مشترك، وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. هذه هي البنات، شوفوا القهوة محليها، تعمل 66 كيف فيه البرد، وعلى الكانون نودكم من شهيكم. هاكا سيبهم حاضرة. باش نحطها في الفنجان اللي ديجا حطيت فيه الزهر. والقهوة بصفة عامة بالزهر ما شاء الله تجي بنينة على الاخر. وصلنا لنهاية الفيديو، وباش نوريكم مقرونتي بعد ما حضرت، وما بقى لي كان نقولكم دمتم في رعاية الله وحفظه وبالسلامة. ان شاء الله عجبكم الفيديو وعجبتكم دبارتي.